مساكم الله بالخير. معلي اختفيت اليوم، ما ادري، نظام نومي مقلوب. وقمت ابي اتقهوى بسرعه. الحين بضبط لي كابتشينو على مزاجكم، واباكل حلا اسمه بنا كوتا ايطالي، الكريمه المطبوخه كذا اسمها. بيني وبينكم من اكثر المطابخ اللي احبها هو المطبخ الايطالي واليوناني. زيت زيتون ده ما يستغنون عنه، كله زيت زيتون. الله يا سيدي على الكابتشينو، شوف شلون. ثانك يو. ومدلع ولابس قفازات على الكابتشينو، حبيب قلبي. عاد اقول لكم على شيء، الواحد والله اذا بدا سناباته بالليل احس نفسي مصاص دماء. بادي بالليل اعوذ بتقل جني، متعود على كل يوم الصباح اسوي سنابات. الله على البنا كوتا يا حبيبي. شوفوا يا جماعه، ترج رج ما شاء الله تبارك الله. ادمان، هذه عباره عن ادمان. الايطاليين يعني الذين ذوق، هم اللي اخترعوا الحلا واخترعوا الكابتشينو والبيتزا والسباجيتي. وش اقول، بس اموت فيكم يا ايطاليا. بسم الله، ذوق الكابتشينو حقي، كيف ما ذوقه. بسم الله. خلصنا. ايه كذا الراس، الواحد راسه ضبط وتعدل. يا شين صحية الليل ديشينا. الحمد لله. انا من اول حس بنزيني قاضي، ما في ما في كابتشينو الحين. لا كيف ما شاء الله، عبينا السيارة فل والامور تمام يعني. عاد تصدقون اليوم على موضوع الويب سايت وكيف نشتري من الويب سايت وكذا، في ويب سايت حق عطور متخصص في العطور فقط يبيع عطور، واغلب الماركات العالميه عنده مرتب حتى باللغه العربيه، ما يضيع. حتى مسوين طريقه الدفع زي ما تبغون، عند الاستلام ولا فيزا ولا كذا عندهم. بيني وبينكم انا احب هذه النوعيه من المواقع، لان تحل مشكله. واحده تبي تروح تشتري اغراض وعطور بس ما عنده سياره، هذول يوصلونه. نفس الشيء الرجل لو ما عنده سياره. هذا هو الويب سايت يا جماعه، لقيته اسمه جولدن سنت، وعنده كل العطور. تو ابحر فيه واحبرش، والله شدن عطر. الحين بوريكم، ابى اشتريه. هنا لقيت العطر حقي، وينه؟ هنا شوفوا تحت اسماء العطور بالابجديه. انا مون بلو عطري، هذا هو المون بلو. كثير من الناس ينطقوها غلط، مونتي بلانك. لا مو مونتي بلانك، هي مون بلو. هي مكتوبه مونت بلانك كذا بس ما تنقال، ما تنطق. ترى تنطق مون بلون زي الفرنسيين، لا تقولون مونتي بلانك نتورط. هذا هو اضفته. صح، قبل ما تختارون المقاس اخذ 60 طبعا صغير. هذا هو، خلاص كذا 100 حطيته بالسله. هذه الصفحه الاخيره صراحه رهيبين. معلومات الدفع اللي هو انا، بعدين طريقه الشحن وش تبيها، فيزا ولا حواله ولا الدفع عند الاستلام، حتزيد 15 ريال. لاحظوا شدني شيء صراحه وانا ادور بالمدن، تعبت. ما شاء الله كل المدن عندهم كل شيء، تقريبا 90% إلا لم يكن 100% من مدن المملكة. وخلاص بعد ما تحطون العنوان وكل شيء تجيكم رسالة على جوالكم، تحطون رمز التفعيل هنا وفالكم طيب إن شاء الله. يا ولد شرينا العطر المون بلو المونتي بلانك الجديد، إن شاء الله يوصل بالسلامة، وأعطيكم عاد رأيي بالعطر وأموركم طيبة. السلام عليكم. والله الناس ياهم يناظرون وأنا بوسط المحطة وبالصبح وحالتي حالة. راح تجيب لي فطور يا ساتر. الفطور بالسيارة، هات يا حبيبي. الفطور بالسيارة ترى يعني له رونق وطعم خاص. كيف؟ ترى مو بس عندنا الناس اللي يحبون ياكلون بالسيارة بشكل عام، الوطن العربي مصر الاكل بالسيارة ذا ما يحتاج 100. احس بالخصوصية لما اكل بالسيارة، خصوصا لما تكون سيارة مظللة ما حد يشوفك، وقف على جنب كذا وافتح هذا. الحمد لله بشركم. خلاص جاهزين ننطلق إلى العمل. جدة عبارة عن مزرعة إعلانات، كل مكان شيء مو طبيعي، ملصقات، مجسمات، بنرات، كله. 1 2 3 4 5 6 7 وانت ماشي، وهناك وفوق الكوبري وعلى اليمين، يعني شيء مو طبيعي، شيء مو طبيعي. مزرعة من الإعلانات. هذا فيلم مرعب. محاصريننا اعوذ بالله. صدقوني يا جماعه، كل ما امر من صالون نسائي تظبيط كذا يا وجهي يصير الله يكفينا شركم.
الشر اللي أقصده مو طبيعي يا جماعة الخير، الأسعار دي ذبحونا ذبح، حنا الأزواج والأخوان نموت، طفرنا. واللي يقهر إن أسعار الخليج بالصالونات أرخص منا، أرخص. يعني على سبيل المثال الكويت في بعض الأشياء إحنا أغلى من الكويت 4 أضعاف. طبعا في ناس حيتدخلون، يعني هشام مالك داخل هذه علوم حريم، لا ما هي بعلوم حريم، الرجل يناصف المرأة بالموضوع ذا لأنه هو بالنهاية حيتحمل الفاتورة. فيعني أتمنى يا جماعة مجلس الشورى النسائي اطرحوا هذا الموضوع يا أختي، حطيه على طاولة المفاوضات عشان تحددوا أسعار السوالين. لا بجد والله بجد أتمنى أنه مجلس الشورى النساء اللي فيه يطرحون هالموضوع ذا للنقاش، تكفون حددوا الأسعار، والله انهلكنا حنا كرجال وأخوان. وأهم بند التوصيلات اللي بهالخيط، الوحدة تطلع دافع 4000 على وشه على شوية خيوط. لو تعرفون مصدرها أصلا، دخلت أشوف المصدر من وين، لقيت أحسن دولة بالعالم مصدرة الهند، ولهم طقوس وأمور. الحين بوريكم التقرير كذا 100. وصلنا المكتب بالسلامة الحمد لله. الحين بوريكم بالهند في طريقتين كيف يحلقون شعرهم. الأولى الهندوس، عندهم طقوس دينية يطولونه بعدين يحلقونه، والمعبد ياخذ هالشعر ويلا ويبيعونه على التجار الكبار. الموضوع الثاني لا، حريم نفسهم يطولون شعرهم بعدين يحلقونه ويبيعونه. هذا هو طريقتين. هذا معبد هندوسي شوفوا، وشغالين حلاقة للحريم، ها يحلقون لهم. شوفوا كيف هذه تقول انها تحلق شعرها عشان بنتها مريضة تقدما للرب. الله يكفينا شركم يا الهندوس. شوفوا حلاقة ويهبل الشعر. لاحظوا بعدين ياخذون الشعر وينظفونه. شوفوا مزرعة من الشعر، الأرض مليانة شعر خصل، وبعدين يضبطونه وينظفونه. شفتوا شلون؟ وياخذونه برخص التراب، وتجي هنا الخصلة على 1000 وعلى 1500. مقهور. هذه جاية تبيع شعره، شوفوا كيف شعره ينطق، يقيسونه ويشوفون الوضع. شوفوا الخصل اللي جمعوها تترتب ويحطون عليها رقم، شيء مو طبيعي. عندنا طال عمركم اجتماع غداء، وواحد من الشباب صديق ومستني، واليوم بدلعه بشرره الغداء. على بال ما يجي في والله شدني واحد من الشباب اسمه حمدي، ما شاء الله سوشيالي، هو مسوي مبادرة حلوة شدتني والله، مبادرته راقية جدا. مبادرته هي وش سويت انت في عام 36 السنة اللي فاتت هذه كلها، وش اللي حققت فيها، وش اللي سويت فيها، وش الانجازات اللي سويت، هل انت راضي عن نفسك؟ وبدأوا الناس ما شاء الله يرسلوا له سنابات ويعرضها، كل واحد وش حقق، وش الاشياء اللي سواها في حياته، هل هو مبسوط ولا لا. هذا هو، شوفوا هذا حسابه ضيفوه. الشاب والله بسلامته، انا ما اعرفه شخصيا والله، ولكن فعلا ترى مبادرة حلوة وتخلي الواحد يفكر ويتفكر فعلا شو سويت بحياتي. شكرا لك. هذا الشاب الحليوة، طبعا انا اليوم عازمه وبذله باذن الله على هذه العزيمه. بعدين انت ليش جاي هنا؟ ليش هذا المطعم؟ اكرمك الله، اكرمك الله يا محمود. حياك الله. كيف بس طعم الاكل اللي بفلوسي؟ والله زين وحامض، بس فيه حموضه. والله عيا، والله هو دفع، انا كنت بدفع والله. محمود هذا الله يعطيه العافيه عنده نصايح بحسابه والله جيده ان شاء الله. حياك الله. ويشتغل بالتسويق الالكتروني، يعني اي نصايح بخصوص ان شاء الله السوشيال بس ميديا اني اقدر افيدهم، ما اغثهم زي